سادتي سادتي ladies and gentlemen. قبل ما نبدأ، لو انت فن متعصب، روح اقفل الفيديو. لا، مش تقفله خالص. اقفل الفيديو، خد نفس وافتح الفيديو تاني. تكون هديت. الفيديو ده هزار، لو زعلت يبقى الكلام وصل او جاب الجون. النهاردة هنتكلم عن اصعب فانزات الانمي. لو قلت قدامهم رأيك تحس انك غلطت في عيلته وعيلة اجداده. تمهيدا كده، اي فان انمي طبيعي بيتفرج على انمي، بيجيب فشار يقعد ياكل، ينبسط، يقفل الحلقة، قصدي يتفرج على الحلقة، بعدها يقفل الحلقة ويخش ينام. بس ده الاوتاكو الطبيعي. اما بقى الفان المتعصب، لا 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 لا، ده يقعد ساعتين يحلل نظرة الشخصية في المشهد ده كانت عاملة ازاي. لو قلت الانمي مش عاجبني، ممكن يسحب لك واحدة وعقله يطير من كتر ما مستوى الادرينالين ارتفع، ويقول لك ده احسن من ناروتو ودراجون بول وبليتش، ويقول لك كده بنبرة عصبية: واضح انك مش فاهم القصة. يا عم انا فاهم القصة بس زهقت. هو لازم اعمل ماجستير في الانمي يعني عشان اقول رأيي؟ في المركز الخامس، فانزات انمي ناروتو. استنى قبل ما تقفل الفيديو كمل الاخر. المهم نكمل. فانزات انمي ناروتو لازم دايما اي نقاش معاهم في انمي، في اي انمي، يتحول لمقارنة اقوى. مين يكسب مين. حتى لو سألتهم تحب البيتزا ولا البرجر، هيقولك على حسب ناروتو في مود الكيوبي ولا لا. انت ممكن يا جدع وانت قاعد بتتفرج تلاقي حد فاتح لك صورة او قاعد بيسجل وبيحسب التشاكرا اللي طالعه ولا التشاكرا اللي داخله والضربات اللي بيضربها في القتال. يا جماعة ده انمي. مش ماتش ملاكمة حقيقي. بس انمي ناروتو، مش خلينا متفقين انه من اجمد الانميات عبر التاريخ، وهو انمي الطفولة اللي محدش ما اتفرجش عليه، ولو ما اتفرجتش عليه يبقى فاتك نص عمرك. خصوصا يعني مش هنتكلم قوي عن ناروتو وهو صغير، لان الصوت كان صوت السمك جوه المحيطات، والجودة كانت ما تحت المحيطات يعني. بس ناروتو شيبودين تفوق وبقوة، خصوصا ارك حرب النينجا العالمية، وده اكتر ارك عجبني جدا في ناروتو. ممكن اقولك ان الارك ده بالذات ممكن يحط على انميات كتيرة دلوقتي. المركز الرابع نيجي بقى لديمون سلاير. فانزات ديمون سلاير نوع غريب شوية. اي نقاش معاهم عمرك ما تناقش معاهم عن القصة، اوعى ما يتناقشوش عن القصة، بيتناقشوا عن الانيميشن. يقعد يقول لك شفت الانيميشن عامل ازاي، وديمون سلاير هو احسن انيميشن في التاريخ. ومش هننكر ان يعني ديمون سلاير الانيميشن بتاعه جامد، بس مش لدرجة التطبيل ان هو يكون من اجمد الانميات يعني. انت بس روح لاي فانز ديمون سلاير قول له القصة بسيطة ولو شوية، الرد فورا: بس شفت الانيميشن؟ شفته اجمد انيميشن في التاريخ وين؟ ناروتو وبليتش ودراجون بول. بهزر طبعا يا جماعة. ماشي هدوا علينا شوية، الانيميشن نار، بس انا بتفرج على مسلسل من شاشة البلاي ستيشن، قصدي مش شاشة بلاي ستيشن بتفرج عليه. لو قلت عن شخصية في ديمون سلاير شخصية عادية، ساعتها ممكن يبصلك بصة يقولك ايه ده، انت عبيط طيب ولا ايه؟ انت مش التنفس، تنفس الماء وتنفس الرياح والجليد يقعد يقولك اسماء ضربات الانمي كله. لكن الفانزات دول عايشين على كل حلقة وكل حركة سيف كأنها نهائي كاس عالم ما بين ميسي وناروتو. لا مؤاخذة، ما بين ميسي ورونالدو. وهنا نأتي للتوب 2 ونيجي لفانزات وان بيس في المركز الثاني. أول سؤال دايما: وصلت أنهي حلقة؟ لو قلت أقل من 300 يبصلك كده: انت لسه في المقدمة، انت لسه في لسه في مقدمة الأنمي. مقدمة ايه؟ ده أنا كبرت وشفت 200 حلقة حتى الآن. يقولك استحمل شوية هيشد بعد 600 حلقة. يا عم أنا ممكن أتجوز وأخلف والأنمي لسه بيشد. ولو حاولت تتكلم وتقوله اي حاجة وانت ما تابعتش
وانت تابعت اقل من 300 حلقة، انت رأيك ملغي خلاص، هيشيلك من على وش الارض، مش هيخليك عايش. واكتر حاجة بقى مستفزة في فانزات ون بيس، لازم اي كلمة تقولها يقولك ايه، وان بيس عمك، 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 وان بيس عمك. خلاص يا اخي صدعتونا بون بيس عمك. يا اخي ده الجزء الاول 1100 مش عارف 56 حلقة، وهنا يأتي المركز الاول بجدارة لأتاك اون تايتن. فانزات أتاك اون تايتن عندهم قدرة غريبة، يحولوا اي كلام لفلسفة ووجودية. لو حاولت تتكلم معاهم وتقول لهم ان هي غريبة شوية، الرد هيكون كالآتي: انت مش فاهم ايرين، انت مش فاهم الحرية والمعاناة والإنسانية. بص، جاب لك الخلاصة في 4 كلمات: ايرين والحرية والمعاناة والإنسانية، بالمعنى الصحيح يعني اقول لك ازاي يا جماعة، انا بتفرج قبل النوم، مش داخل جلسة علاج نفسي انا. خصوصا ان الفانز دولت يعني اقول لك ازاي، في منهم بيحب ارمين. مين بيحب ارمين؟ سؤال بس، هل انت معتبره اصلا من مجتمع الرجال؟ بس الحق يتقال، فانزات اتاك اون تايتن لو حصل نهاية العالم هيطلعوا يبرروها ويقولوا دي رسالة عميقة. في النهاية، أصعب فانزات الأنمي هم أكتر ناس بتحب الأنمي بصدق. لا اتريقنا عليهم شوية كده لأنهم جامدين يعني، بس محتاجين يهدوا سنة، يهدوا سنة، خصوصا آخر ناس اتكلمنا عليهم. دلوقتي قولي، أنهي فانزات أنمي لو اتكلمت قدامهم تحس إنك غلط؟ طبعا كده وصلنا لنهاية المقطع، متنسوش اللايك والاشتراك عشان لسه في استفسارات أكتر الحلقات الجاية. اشوفكم بخير، ويلا سايونارا.